اكتر حاجه كنت بعاني منها الفتره اللي فاتت، كنت بعيش اليوم بحس ان هو بيطير بسرعه، ما كنتش بحس باليوم، كنت بحس ان اليوم بيطير زي الساعه، وكنت دايما بسال نفسي عملت ايه النهارده؟ ايه الجديد اللي عملته؟ ايه الجديد اللي ضفته لنفسي؟ ايه الحاجه الجديده اللي عملتها مختلفه عن امبارح؟ طول الوقت سكرول على التليفون، طول الوقت بعمل حاجات مش حاسس ان هي ليها اي قيمه، وده كان نفسيا يا صديقي بيخليني احس بمشاكل كتير جدا، بيخلي نفسيتي مش احسن حاجه، وخصوصا ايام الدراسه كنت بعاني من الموضوع ده جدا. ما اظنش ان انا لوحدي بس اللي بعاني من مشكله زي دي، انت وناس كتير جدا بتعاني من نفس المشكله. عشان كده في الحلقه دي انا هكلمك عن اخطر عاده بتاكل يومك كله من غير ما تحس، وازاي تقدر تكسر العاده دي بخطوات بسيطه جدا. هقول لك على حاجه يمكن تضحكك شويه. عمرك قلت لنفسك انا همسك الموبايل دقيقه واحده بس اشوف الدنيا، اتابع الاخبار، اعمل سكرول على التليفون بس اشوف ايه الدنيا، مش اكتر من كده، سواء على الفيسبوك، على اليوتيوب، على التيك توك، على الانستجرام، ايا كان الابلكيشن اللي انت شغال عليه، وفجاه تلاقي الدقيقه بقت ساعتين، بقت 3، بقت 4، لحد ما تحس ان اليوم طار منك، ما بقتش عارف تسيطر على نفسك علشان تقدر تنجز في اليوم اللي طار منك ده. والاسوأ من كده انك بتيجي تسال نفسك بعد كل اللي انت عملته ده، انا عملت ايه؟ ايه اللي استفدته النهارده؟ انجزت ايه النهارده؟ يا ريتني كنت ذاكرت شويه، يا ريتني كنت عملت شغل، يا ريتني كنت نزلت خرجت، يا ريتني كنت لعبت رياضه النهارده، يا ريتني كنت اتمرنت النهارده. انا بقى لما كنت في المرحله اللي انت فيها دي كنت دايما بقول على نفسي ضعيف، كنت دايما بقول ان انا ما عنديش عزيمه، ما عنديش اراده ان انا اقدر اخرج من مرحله زي دي، وده كان وحش جدا ليا، ده كان مؤذي جدا بالنسبه لي. مجرد انك تشوف نفسك ضعيف ومش قادر انك تتخلص من عاده معينه، ده بيخليك تعبان نفسيا، ده بيأخرك عن حاجات كتير جدا في حياتك، ده بيخليك يا صديقي العزيز ما تقدرش تنجز اي مهمه، وبيضعف شخصيتك جدا. ولكن في الحقيقه انت مش ضعيف ولا حاجه، ولكن الفكره كلها ان انا او انت مش قادرين نسيطر على نفسنا. ولكن لو جيت تفكر فيها صح هتلاقي ان دي لعبه اصلا مصممه علشانك، اللعبه دي اتعملت علشان عقلك، اللعبه دي اتعملت علشان تسرق وقتك، اللعبه دي اتعملت علشان خاطر انت ما تنجزش وما تحاولش انك تصلح من نفسك ولا تذاكر ولا تاخد بالك من صحتك او تاخد بالك من نفسك. هتقول لي ازاي يا جهبذ افندي؟ هقول لك دلوقتي. الشركات عامله خاصيه اسمها التمرير لا نهائي. يعني ايه برضه؟ مش فاهم. يعني كل ما انت تبدا تسحب بايدك يطلع لك فيديو جديد او يطلع لك صوره جديده، حاجه كده دماغك ما تقدرش تتوقعها. المشكله بقى ان عقلنا بيحب الطريقه دي جدا وبيحب الاسلوب ده جدا. كل ما تقلب وكل ما تلاقي حاجه جديده عقلك بيبدا يفرز لك ماده الدوبامين اكتر واكتر، وكل ما يفرز لك دوبامين اكتر كل ما هتكون عايز انك تلاقي حاجات جديده اكتر واكتر. وعلشان تلاقي الحاجات الجديده اللي تعلي الدوبامين عندك وتحسن من نفسيتك ومن مزاجك، ده بياخد منك وقت كبير جدا من غير ما تحس. انت بتفضل تقلب طول الوقت على امل انك تلاقي محتوى جديد يشد انتباهك، فتفضل تسحب وتسحب من غير ما تحس. كان دايما معروف عني في البيت ان قبل ما انام بحب ان اعمل سكرول على التليفون، بحب ان اتابع ناس معينه بتقدم محتوى كوميدي، بحب اضحك كتير قبل ما انام. في البدايه انا كنت بكون سعيد جدا وانا بتفرج عليهم، وبكون مبسوط جدا جدا وانا بتابع الناس دي، وبعد 30 يوم بالظبط الشغف اللي كان موجود جوايا تجاههم وتجاه المحتوى بتاعهم ما بقاش موجود. ابقى داخل الساعه 10 بالليل علشان انام، افضل قاعد سكرول على التليفون وعمال اتفرج من لقطه للقطه ومن فيديو لفيديو لحد الساعه 4 او 5 الفجر. ولما اجي اصحى في ميعاد الصبح الاقي نفسي حزين، مش قادر، مش عارف اعمل ايه. واوقات كتير جدا كنت بدخل في مرحله جلد الذات، ودي اكتر مرحله بتتعبك نفسيا وبتخليك تشوف نفسك ضعيف، وبتخليك تشوف نفسك مش قادر انك تخرج من الحاله دي ولا قادر انك تبطل العاده دي. وللاسف الشديد الاسلوب ده دخلني في مرحله عدم الانتباه، طول الوقت دماغي فيها تشتت كبير جدا، مش قادر اركز في اي حاجه في شغلي، مش قادر اركز حتى في الحلقات اللي انا بقدمها. في النهايه الموضوع اثر عليا بشكل كبير جدا، وانا النهارده جاي اقول لك ما تقعش الغلطه اللي انا وقعتها، وجاي انقذك من اخطر عاده ممكن تدمرك وتدمر وقتك وتدمر صحتك وتدمر خلايا مخك بشكل كبير جدا. الموضوع عامل زي ماكينه قمار في كازينو، تضغط على زرار ساعات تكسب وساعات تخسر، بس الامل بقى يا صديقي انك بتقول المره الجايه هكون احسن، والامل ده هو اللي بيخليك تفضل تلعب لحد ما تخسر مره واثنين وثلاثه وعشرة وانت ما بتتعلمش. علشان كده لو لقيت نفسك قاعد بالساعات وماسك الموبايل ومش قادر تبطل العاده دي، اعرف ان ده مش ضعف منك، ولكن دي خوارزميات معموله مخصوص علشان خاطر تاخد وقتك، وعلشان خاطر تسرق صحتك، وعلشان تشتت دماغك، وعلشان تخليك طول الوقت مش مركز في اي حاجه غير في الامور التافهه وبس. في دراسات عملوها بتقول ان متوسط الشخص اللي بيضيع من 2 ل 3 ساعات يوميا على السوشيال ميديا من غير ما يحس، وانا بقول لك على فكره يا صديقي الرقم ده قليل جدا، في ناس بتقعد اكتر من كده بكتير، في ناس بتضيع اكتر من 7 و8 ساعات من غير ما تحس. ما تستغربش بالرقم، ولكن دي حقيقه فعلا، وللاسف الشديد هي بتعمل كده ومستمره في العاده دي لانها فاكره ان ما تقدرش تبعد عن العاده دي، فاكره انها ضعيفه، فاكره ان ما عندهاش عزيمه واراده، علشان كده استسلمت، علشان كده مش قادره تاخد خطوه لقدام. تخيل طالب المفروض ان هو هيذاكر لمده
لمده ساعتين النهارده، يقوم يقول لنفسه انا هفتح تيك توك بس كده سريع اشوف الدنيا فيها ايه، او مثلا اشوف ملخص لمسات محمد صلاح، او اعمل بس سيرش كده لحاجه معينه 10 دقائق بس وهقفل، وبعد كده هقعد اذاكر ما عنديش اي حاجه تانية. فنفسيا يكتشف ان ال10 دقائق دول بقوا 10 ساعات، نفسيا يكتشف وبدون مبالغه، وانا ما ببالغش، في ناس بتقعد اكتر من كده كمان. طيب انت يمكن دلوقتي بتسال نفسك وبعدين اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ عرفني ايه اللي المفروض اعمله علشان اخرج من العاده دي. طيب خليني اقول لك حاجه، الحل مش انك تبدا تقطع السوشيال ميديا مره واحده كده. اكتر حاجه انا كنت بعملها وبقع فيها بشكل كبير جدا ان لما كنت كاره العاده دي او وصلت لمرحله اني كاره العاده دي بشكل كبير، كنت باجي اقول ان كل الناس اللي انا متابعهم دول هلغي متابعتي ليهم، او احذف الفيسبوك من عندي، او احذف التيك توك من عندي. ولكن صدقني انا كنت بنتكس بعدها على طول. والحل المجرب اللي جاب معايا نتيجه قويه جدا جدا انك تبدا تتعامل مع الموضوع ده بذكاء، وتعرف تسيطر على الموضوع ده بشكل قوي قبل ما العاده دي هي اللي تسيطر عليك، قبل ما العاده دي هي اللي تتحكم فيك وتدمر حياتك بشكل كبير جدا، لانها تقريبا وبدون مبالغه عامله زي المخدرات. اول قاعده هتساعدك انك تبعد عن العاده دي وهي قاعده ال5 ثواني. اول حاجه صديقي الجميل، اول ما تحس ان ايدك راح على الموبايل بدون سبب، عايزك تبدا تعد من 5 لحد 1، وبعدها عايزك تبدا تعمل اي حاجه تانية. اشغل نفسك في اي حاجه، قوم مثلا اغسل وشك، اعمل حاجه اشربها، غير المكان اللي كنت قاعد فيه، مارس اي هوايه تانية. صدقني التجربه دي لو انت عملتها 3 أو 4 مرات في اليوم بس، هتلاحظ فرق رهيب جدا في تحكمك في العاده دي، وانت اللي بتسيطر عليها وانت اللي بتتحكم فيها بشكل كبير. تاني حاجه تحديد اوقات ثابته. بدل ما تبدا تمسك الموبايل 50 مره في اليوم، ابدا حدد وقت معين تمسك فيه الموبايل. يعني مثلا انا همسك الموبايل الصبح علشان اشوف الدنيا فيها ايه، واول ما اخلص شغل امسك الموبايل اشوف الدنيا فيها ايه، وشكرا على كده. ما تحاولش تمسك الموبايل تاني غير في الحاجه الضروريه، حد اتصل بيك، حد بيسالك عن حاجه، انت محتاج تعمل سيرش لحاجه معينه ضروريه قوي، وانت بتمسك الموبايل ولقيت نفسك مش عايز تسيبه وعمال تبدا سكرول على التليفون تاني، ابدا عد من 5 لحد 1، وبعد كده قول لنفسك انا هسيب الموبايل. نفسيا لما تبدا تعد من 5 لحد 1، انت نفسيا هتحس ان في رغبه جواك بتقول لك سيب التليفون. مش بس قانون ال5 ثواني انت بتستخدمه في الموضوع ده، ولكن نفسيا انت لما بتيجي تاخد قرار مثلا انك عايز تسيب الموبايل، عقلك بيسيبك 5 ثواني بس انك تفكر فيهم. لو ما اخدتش قرار في ال5 ثواني دول، عقلك بيتحكم فيه ويبدا يشتتك بانه يقول لك محمد منزل فيديو تعال نتفرج عليه، احمد منزل فيديو تعال نشوف، تعال نتابع الاخبار، تعال نقوم نعمل مش عارف ايه، وهكذا. في كل شيء في حياتك استخدم قانون ال5 ثواني، هيفرق معاك بشكل كبير جدا. وجربها وحاول استمر على الموضوع ده لمده 7 ايام بس، هتدعي لي بعدها. لو انت قدرت تعود دماغك او قدرت تعرف دماغك ان خلاص بقى في وقت محدد امسك فيه التليفون، فكره الالحاح على انك تتفرج على حاجه، على انك تتابع شخص معين، على انك ترجع تاني تمسك التليفون علشان خاطر انك تعمل سكرول على التليفون طول الوقت، هيقل بشكل كبير جدا. ونفسيا انت هتلاقي نفسك ما بقاش عندك الرغبه انك تمسك التليفون وتفضل بقى سكرول على التليفون، مش هتعمل كده خالص، وهتلاقي الموضوع بيقل عندك بشكل كبير جدا. ثالث حاجه بدائل ذكيه. لو جيت تفكر فيها معايا وفي الكلام اللي قلته لك من بدايه الحلقه لحد دلوقتي، هتلاقي بشكل كبير جدا ان مشكلتك مش في الموبايل، ولكن مشكلتك يا صديقي الجميل بتكون في الفراغ الزمني اللي انت عايش فيه، وانت بتمسك الموبايل وبتحاول تعمل سكرول علشان خاطر بس تملى الفراغ اللي موجود في حياتك او تعوض الفراغ اللي موجود في حياتك. كل مره هتلاقي نفسك بتفتح تيك توك او فيسبوك من غير سبب، جرب وقتها انك بدل ما تفتح مثلا التيك توك او بدل مثلا ما تفتح اي حاجه ملهاش اي لازمه، جرب انك تسمع بودكاست، جرب انك تسمع اي حاجه مفيده تفيدك في شغلك، تطور من نفسك، تسمع لغه انجليزي علشان خاطر تطور من اللغه بتاعتك، او تتعلم لغه جديده، او تتعلم من خلال الموبايل حاجه تساعدك انها تجيب لك فلوس وانت قاعد مكانك. يعني تخيل معايا انت بتضيع طول الوقت 7 أو 8 ساعات في اليوم على ايه ما تعرفش. لو انت جربت تستغل الوقت ده بشكل احسن وبشكل افضل في حاجه جديده انت بتحبها، حاجه انت بتعشقها، بتحب مثلا انك تمنتج، بتحب مثلا انك تبدا تعمل تصميمات معينه، بتحب مثلا التداول، بتحب مثلا بلاش التداول عشان الموضوع مش احسن حاجه، ولكن انت عايز تطور من نفسك في حاجه معينه عشان تجيب لك مثلا فلوس، يبقى في الوقت ده انت بتمسك الموبايل علشان تتعلم اكتر، علشان مثلا تنزل الفيديوهات، عندك كونتاكت معينه عايز تقدمها للناس. في الحاله دي ده بيكون افضل وده بيكون احسن، وبيخليك تكون واثق من نفسك كمان، وبيخليك تحب نفسك اكتر، لانك بتنجز وبتساعد نفسك وبتغير من حياتك وما بتضيعش وقتك في حاجات ملهاش اي 60 لازمه. لو حسيت نفسك انك مش قادر تسيطر على الموضوع ده ولقيت نفسك برضو بتروح تمسك الموبايل، يبقى في الوقت ده اول ما دماغك تيجي تقول لك او تلح عليك انك لازم تمسك الموبايل حتى لو انت مش هتفتح الموبايل،
ابدا اعمل اي حاجه تانية. اكتب مثلا فكره خطرت على بالك في ورقه. التغيير البسيط اللي بقول لك عليه ده واللي ممكن من وجهه نظرك تشوفه تافه او تشوفه بسيط جدا او تشوف ان هو ممكن ما يجيبش معاك نتيجه، هيغير حياتك 180 درجه. وفي الحقيقه هو مش هيغير حياتك انت بس، ده هو اصلا غير حياه ناس كتير وانا واحد منهم. لان باختصار هو بيكسر الطريقه او بيكسر الحلقه اللي بتساعدك طول الوقت انك تمسك التليفون، اللي بيساعدك طول الوقت انك تفضل تضيع في وقتك. رابع حاجه ادوات المساعده. في تطبيقات ناس كتير من صحابي بتستخدمها. التطبيقات دي شغلتها انها تقفل السوشيال ميديا عندك. انت مثلا بتقفل السوشيال ميديا في وقت معين. وقت الشغل بقفل السوشيال ميديا، اول ما بذاكر بقفل السوشيال ميديا، لما اكون نايم بقفل السوشيال ميديا، اول ما اصحى من النوم بقفل السوشيال ميديا، علشان ما يجيليش نوتيفيكيشن او علشان ما يجيليش اشعارات تساعدني في اني ادخل واشاهد واعمل ده واعمل ده. او حتى في الوقت اللي مقفول فيه السوشيال ميديا مثلا من الساعه 7 للساعه 10 مثلا بالليل، لما اجي ادخل الاقي كل حاجه مقفوله، ما اعرفش افتح اي حاجه. مع الاستمراريه من خلال التطبيقات دي هتلاقي فكره الالحاح اللي بتبقى موجوده في دماغك على انك تفتح مثلا التطبيقات دي مش هتبقى موجوده، وهتلاقي الموضوع قل عندك بشكل كبير جدا. والاجمل والاحسن من كده انك بعد ما الموضوع ده يقل عندك هتلاقي فيه افكار كتير جدا جدا بتهاجمك. الافكار دي بقى هي افكار ايجابيه. فكره خطرت في بالك تعملها سكريبت، فكره خطرت في بالك مثلا تعملها موضوع او مقال معين، فكره خطرت في بالك مثلا تساعدك على التركيز اكتر، فكره خطرت في بالك تفتح مشروع، فكره خطرت في بالك انك تسافر لمكان معين علشان تشتغل وتزود من دخلك او تغير حياتك للاحسن وللافضل، فكره خطرت في بالك في انك لازم تنزل وتهتم بستايلك او تلعب رياضه علشان تهتم بصحتك. الجميل في التطبيقات دي كمان انها بتديك وقت معين تستخدم فيه السوشيال ميديا. يعني مثلا انت ظابطها على وقت معين اني اقعد على السوشيال ميديا من الساعه 7 للساعه مثلا 8. بعد كده بتبدا تبعت لك قبل ميعادك بشويه رساله تبين لك ان وقتك قرب يخلص، ان وقتك خلاص خلص، وبعد كده تقوم قافله لك السوشيال ميديا خالص. لو قدرت تستخدم التطبيقات دي هتساعدك بشكل كبير جدا، هتعتبرها كانها مدرب خاص ليك. واخيرا الوعي. عايزك تبدا تسال نفسك سؤال قبل ما تفكر انك تفتح اي تطبيق. هل انا محتاج افتح التليفون دلوقتي او محتاج افتح التطبيق ده دلوقتي؟ هل انا محتاج امسك التليفون دلوقتي ولا انا بعمل كده علشان خاطر اهرب من حاجه تانية؟ اوقات كتير لما تسال السؤال ده تكتشف انك عمال بتهرب من حاجات تانية موجوده في حياتك. بتهرب مثلا من توتر معين، بتهرب مثلا ان في حد معين في حياتك مش بيدور عليك او مش بيهتم بيك، بتهرب من تجاهل صديق ليك، بتهرب من فراغك الزمني اللي مدمر حياتك بشكل كبير جدا، او بتهرب من حاجه انت مش حابب تعملها. والسؤال ده هو الوعي ذاته اللي بيخليك تفوق، هيخليك ترجع تتحكم تاني في العاده بشكل كبير جدا. بص يا صديقي، الموضوع كله بيكون راجع لاختيارك انت. كل دقيقه بتهرب منك وانت ماسك التليفون في حد تاني بيقدر يستغل الوقت ده صح علشان يقدر يتعلم حاجه جديده تفيده وتخليه يقدر يطور من نفسه او يشتغل على نفسه او يتعلم ان هو يحقق اهداف معينه. الوقت يا صديقي مش لعبه، الوقت هو عمرك اللي بيعدي وما عادش راجع تاني. انا مش بقول لك انك تبطل السوشيال ميديا، مستحيل خالص، مش بقول لك تعمل ده، لكن على الاقل خليك انت اللي ماسك زمام الامور وسيطر عليها بشكل كبير جدا. اوعى تسيب البتاع ده يسرق عمرك، او اوعى تسيب عاده صغيره تافهه تسرق عمرك وانت مش واخد بالك. عايزك تجرب من النهارده خطوه واحده بس من اللي قلت لك عليها، حتى لو مجرد انك توقف نفسك 3 أو 4 مرات قبل ما تفتح التليفون. هتتفاجئ قد ايه انك قادر تمسك زمام الامور او قادر تمسك زمام حياتك بشكل كبير جدا. وعايزك تفكر في الجمله اللي هقول لك عليها دي، لو انت ما مسكتش وقتك هو اللي هيمسكك وهيقودك لحته انت مش عايزها او ما تتمناش انها تاذيك نفسيا. لو الحلقه دي كانت مفيده ليك شاركها مع اي حد انت عارف ان هو محتاج يسمع الكلام ده، واشترك في القناه لان اللي جاي باذن الله هيغير حياتك اكتر واكتر. ويلا خلينا نرجع نملك وقتنا قبل ما الوقت هو اللي يسرقنا. اشوفك الحلقه الجايه، ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم.